مساء الخير. على مدار ال7 سنين دول قدرت إن أنا أشتغل مع كذا براند في الخليج وفي مصر برضه في الmedia buying إن أنا أقدر أساعدهم في زيادة مبيعاتهم، ولكن كان في طبعًا خساير فادحة في البداية مش هاكدب عليك، ولكن في نفس الوقت الواحد ما اتعلمش ببلاش، فحبيت إن أنا أساعد شركات كتيرة جدًا أو business owner. طيب الكورس ده بتاريخ 11/9/2025. الكورس ده مش هتلاقيه في كورسات مدفوعة، لأن هاشرح لك value مش موجودة في أي كورس، والكلام ده مبني على إن أنا ساعدت أكتر من 15 براند موجودين في الخليج، بالذات في السعودية ومصر، والبراندات اللي موجودة في مصر مشهورة وبرضه في الخليج مشهورين، وأنا حبيت إن أنا أوضح لك إزاي ممكن تنجح الكامبين بتاعتك، وطبعًا الكلام ده خد مني وقت ومجهود وفلوس، فحبيت إن أنا أوفّر عليك كل ده، وبحيث إن أنت تقدر تعمل الكامبين بعد كده وتنجح معاك مهما كان الأمر. طيب أول حاجة كده مدير الإعلانات، أرجوك ما تدخلش على مدير الإعلانات أو تعمل أي كامبين من خلال الموبايل. الموبايل ما له إلا إنك بس بتشوف الanalysis أو التحليلات بشكل عام، علشان خاطر لو أنت عملته من خلال الموبايل مش هيوصل معاك لأي نتيجة إطلاقًا. طيب أول حاجة كده لو إحنا هنعمل الإعلان بتاعنا لازم الأول ندخل على الفواتير وعمليات الدفع ونضيف الفلوس. طبعًا أنا هاشرح لك، بس في حاجة مهمة جدًا اللي أنا هاشرحه لك النهارده مبني على إن حضرتك تعمل إعلانات اللي هو الconversion بتاعك messages، مش هيبقى من خلال السايت، تمام؟ علشان بس أكون واضح وصريح معاك. طيب أول حاجة كده هنعمل حاجة اسمها إنشاء. لو أنت عايز تعمل campaign أرجوك ما تعملهاش engagement، لو أنت طبعًا هتعملها رسايل. ليه بقى؟ لأن حضرتك لو أنت عملتها engagement أنت مش هتجيب ناس عندها القدرة الشرائية، أو مش هتجيب ناس بتشتري، أنت آخرك بتجيب ناس بس engagement معاك، يعني بتعمل لايكس، شير، الحاجات دي كلها، فاهم؟ فحتى لو أنت هتعملها رسايل زي ما قُلت لك ما تعملهاش خالص التفاعل. طيب أول حاجة هنا الوعي اللي هو الawareness، إن أنت بتعرّف براند على الناس والناس بتعرفك أكتر، ولكن ما لهاش لازمة برضه صدقني. الترافيك مهمة جدًا لو أنت عندك ويب سايت وعايز الناس تزور الويب سايت بتاعك. طيب العملاء المحتملين اللي هو الlead generation، إن أنت لو بتشتغل في real estate أو بتبيع كورسات فده هيفيدك جدًا، جدًا إنك تعرف تجمّع بيانات للعملاء علشان خاطر تتواصل معاهم. طيب الترويج للتطبيق اللي هو app permission، ده لو أنت عندك طبعًا application يعني تمام وبتروج له طبعًا، لكن المبيعات هي الفلوس كلها في المبيعات أصلًا يعني اللي هي الsales، بعدها بتعمل كده، بعدها بتعمل أوكي، بحيث إن أنت تبدأ الcampaign بتاعتك على طول. طيب هتلاقي هنا عندك 3 خانات. الخانة الأولى ده أنت بتسمي اسم الcampaign بتاعتك، فأنا مثلًا باعمل كورسات فأنا باكتب كورس مثلًا، تمام؟ أيًا كان بقى المجال بتاعك، ركّز جدًا معايا في الكلام اللي أنا هاقوله لك ده لأنه كلام مهم جدًا، جدًا مبني على خبرات. الحمد لله إحنا لمّا بنعمل campaign يعني آخر campaign دفعنا فيها 1000 جنيه والّا 1100 جنيه حاجة زي كده مش فاكر، والحمد لله جبنا مقابل ال1000 جنيه دول أكتر من 40,000 جنيه. الكلام ده حصل بس في خلال 4 أيام، والكلام ده مبني على حقايق ووثائق 100% والحمد لله، وده الكلام اللي أنا هاشرحه لك حالًا بالتفصيل، والله العظيم ما هابخل عليك في أي حاجة، تمام؟ طيب هننزل تحت هنا شوية، طبعًا الكتالوج ده أنت مش هتحتاجه علشان خاطر برضه ما اشتتكش. إحنا هنبدأ الأول نعمل الإعلان، نفترض إن هو هيبقى إعلان واحد مش هيبقى مجموعة إعلانية أو كذا adset تحت بعضه، تمام؟ فأنا هاعمل هنا ميزانية المجموعة الإعلانية، وعندك الحملة الإعلانية بالمنظر ده برضه، فدي بتبقى أحسن معاك وسريعة معاك. فطبعًا أنت عندك هنا ميزانية الحملة الإعلانية يمكن توزيع الميزانية بتاعتك بشكل تلقائي، طبعًا مش هنحتاجها. أنا زي ما قُلت لك هنعمل بس إعلان واحد، تمام؟ طيب ميزانية المجموعة الإعلانية زي ما أنت شايف يمكن تعيين استراتيجيات عرض، أسعار مختلفة أو جداول زمنية مختلفة للميزانية. طيب دي مهمة جدًا، 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 لأن إحنا مش هنحتاج دي خالص، لأن أنت هتعمل إعلان واحد بس. طيب أو إعلان واحد بس مش تحته كذا إعلان يعني، أو مش مجموعة إعلانية، تمام؟ نيجي هنا على تاني خانة اللي هو الadset. الadset هنا برضه أنت بتكتب الاسم عشان تفتكره، مثلًا كورس 11/9/2025. طيب هنا عندك الconversion، طبعًا أنت بتخلّيها موقع التحويل مش ويب سايت، لأن الويب سايت لو أنت عندك ويب سايت طبعًا لازم تربط البيكسل الأول. طبعًا الكلام ده أنا قُلت لك إن إحنا هنعملها messages، فهنخلّيها وجهات الرسايل. طيب وجهات الرسايل ليه؟ علشان خاطر الconversion الناس تبعت لك رسايل مش تدخل على السايت. طيب ننزل هنا تحت شوية هنختار الpage بتاعتنا، فأنت بتختار هنا الpage. لو أنت عندك أكتر من page ركّز جدًا، أنت بتختار الpage بتاعتك، فأنا مثلًا اخترت الpage بتاعتي هنا، تمام؟ طيب بعد ما اختار الpage بتاعتي خلاص، وأنا كده عملت كل حاجة يعتبر، هنطلع فوق كده شوية نشوف كل حاجة اتعملت صح والّا غلط. طيب حضرتك هنا خلاص أنت اخترت الpage بتاعتك، الإنستجرام، عندك هنا واتساب، وعندك هنا كمان الماسنجر. طيب هنا معناها إيه؟ معناها إن الclient لمّا بيدخل يتواصل معاك عايزه يتواصل معاك فين؟ ماسنجر والّا عايز يتواصل معاك إنستا والّا عايز يتواصل معاك واتساب؟ طيب أنا باختار هنا page تانية، بحيث إن الpage دي لازم تكون طبعًا الفيسبوك مربوط مع الإنستجرام، دي مهمة جدًا، جدًا، وخطوة أهم من الcampaign نفسها، علشان خاطر الcampaign بس تكون شغالة معاك 100% طبيعي، علشان لمّا تعمل الإعلان بتاعك، الإعلان ده يروح في الفيسبوك وفي الإنستا، ما يكونش رايح بس في الفيسبوك، تمام؟ طيب بعد ما عملنا كل حاجة زي ما أنت شايف كده، أنت بتلغي طبعًا الماسنجر وهتلغي كمان إنستجرام. هتقول لي طب ليه؟ طب أنا عايز أعمل الcampaign رسايل تروح على طول على الماسنجر علشان خاطر الواتس ومش عارف. لأ بُص، هاجيبها لك من الآخر كده. لو أنت عايز conversion عالي، تحويل عالي
عالي يعني الناس تبدا تتواصل معاك اكتر وتدي لك الامان وتبدا تشتري منك، خليها على الواتس. تمام. طيب انستجرام وماسنجر انا شايف ان هي لو انجيجمنت ماشي، لكن سيلز وبيع بجد فانت محتاج يعني نصيحه، لو انت بزنس اونر لازم تجيب لك سيلز عارف هو بيعمل ايه كويس، مش مجرد سكريبت بيتوزع، لا يكون فعلا فاهم هو بيعمل ايه، وخلي الكامبين بتاعتك تكون على الواتس. مهم جدا الكلام ده، علشان خاطر لو انت عملت الكامبين صح والسيلز مش عارف ازاي يعرف يتكلم مع العميل صح ومش فاهم اصلا انت بتقدم ايه، فصدقني انت مش هتعرف تعمل مبيعات. تمام. خليها واتساب وسيبك خالص من الماسنجر وانستجرام، لان قليل جدا اللي بيفتح ماسنجر. طيب ننزل هنا على هدف الاداء. زي ما انت شايف كده بيقول لك عدد تحويلات الى حد اقصى، عدد المحادثات الى حد اقصى. سنحاول عرض اعلانك على الاشخاص المناسبين لمساعدتك على تحقيق اعلى تحويلات على موقع الويب. انت هتسيبها زي ما هي كده. تمام. سنحاول عرض اعلانك على الاشخاص المرجح بشكل كبير ان يجروا محادثه معك. خليها زي ما هي كده. طيب ننزل هنا تحت شويه، هنلاقي حاجه اسمها ميزانيه اليوميه. عندك طبعا الميزانيه اليوميه على حسب المجال بتاعك، فانت لو هتقول مثلا ان انا دلوقتي حاليا ببيع كورسات، اوكي، فانا هخليها 180. ليه 180؟ لان سعر الكورس بتاعي بالظبط 1500، وفي كمان سعر الكورس تاني 3000 جنيه، فانا لو عايز ادفع 180 جنيه ممكن اسكيل بعد كده 250. فانا شايف ان انا هدفع دلوقتي حاليا 250 جنيه بادجت يومي. طيب لو حضرتك لسه مبتدئ ممكن تعمل حركه بسيطه جدا وركز معايا في الكلام ده. دلوقتي حاجه اسمها الميزانيه بتاعت الحمله الاعلانيه كلها اللي هو اللايف تايم. هنقول مثلا ان انت هتدفع 3000 جنيه، نفترض هتدفع 3000 جنيه مثلا على الكامبين كلها، ارجوك خليها شهر اقل حاجه. طيب لما تعوز تقفلها اقفلها، بس خلي دايما وانت بتعمل الاعلان على ميتا تعرفهم ان انت عايز تعمل الاعلان على وقت كبير جدا، مش مجرد اسبوع ولا اسبوعين، لا خليها شهر او شهرين. ولما تعوز تقفل الكامبين يا سيدي اقفلها عادي مفيش اي مشكله، بس ما تخليش الكامبين بتاعتك تفضل شغاله على مدى قصير، لا خليها شغاله على مدى كبير جدا. او حتى لو انت عايز تقفلها على مدى مثلا اسبوع او اسبوع ونص او 3 4 ايام 5 ايام، ارجوك ما تقفلش الكامبين بتاعتك اسبوع او اسبوعين، لا خليها شهر وشهرين علشان خاطر الموضوع يبقى احسن معاك. طيب لو قلنا ان انت هتدفع الميزانيه اليوميه، هنقول ان انت هتدفع مثلا لو انت هتست لسه ممكن تدفع 100 جنيه او 50 جنيه عادي جدا. تمام. انا عن نفسي بدفع في التست 120 جنيه. تمام. لكن انا مش هعمل تست، انا هنا بدفع البادجت اليومي بتاعي 180. تمام. طيب ننزل تحت هنا شويه، هنخليها 11/9 زي ما انت شايف كده تاريخ البدء. انا ما بعملش تاريخ انتهاء للعلم. ليه بقى ما بعملش تاريخ انتهاء؟ ودي التركايه اللي بتجيب لي فلوس بجد، يعني دي التركايه اللي بتجيب لي فلوس بجد. انا بعمل ايه؟ ان انا بخليها 11 سبتمبر اللي هو بتاريخ النهارده زي ما قلت لك 11/9/2025. بقول له لا انا مش هقفل الكامبين اصلا، انا هسيبها كده، يعني مش حاطط تعيين تاريخ للانتهاء. ليه؟ علشان هو يبدا ياخد راحته في الالجوريزم ويبدا يجيب لي فعلا جمهور مهتم، ويبدا يجيب لي ناس اعلى وافضل من حيث الكونفرجن، بيبقى عندي اعلى طبعا واقدر اعمل دخل اكتر واقدر اعمل مبيعات اكتر. اوكي لغايه هنا الكلام جميل جدا. انا شايف وبنصحك انك تخليها ديلي بادجت مش لايف تايم، بس لو عايزها لايف تايم اعمل كده شهر ولا شهرين. تمام. لكن خليها لو احنا هندفع 180 جنيه هنخليها مثلا النهارده وما تتقفلش خالص، يعني مفيش حاجه اسمها تاريخ الانتهاء. طيب ننزل تحت هنا في الجمهور وركز جدا ارجوك، لو انت الحساب الاعلاني بتاعك جديد ما تعملهاش ادفانتج بلس، ما تعملهاش ادفانتج بلس. ولو سمعت من اي حد تاني بيقول لك انا بعملها ادفانتج بلس، هو علشان عنده اودينس اصلا، هو عنده جمهور الناس اشترت منه، فهو ممكن يعمل لوكا لايك، وهو كده كده اساسا الداتا عنده في الالجوريزم، لان بكل بساطه ميتا ذات نفسها بدات تعرف مين هو الجمهور بتاعه، مين اللي بيشتري منه، مين هم الاودينس. تمام. فركز جدا في الكلام اللي انا بقوله ده، شيلها خالص. طيب هتشيلها ازاي؟ هنقول بس الاول في الموقع بتاعنا، لو انت سبت مصر كده، لو انت هتارجت مصر كلها فده غلط. طبعا بيختلف من نشاط لنشاط تاني، يعني في ناس مثلا بيبيع حاجات تبع الاسمده والحاجات دي، فانت لو بتبيع حاجه تخص الاسمده والكلام ده كله طبعا انت مش محتاج المدن، فبتعمل ايه؟ بتعمل تضمين استبعاد المدن. تمام. لكن لو انت بتبيع حاجه مالهاش علاقه بالاماكن المجاوره، يعني مثلا ان انت في الدقهليه عايز تتارجت بس المنصوره، مش عايز تتارجت بقى الناس التانيه خالص اللي هو مثلا اجا الناس دي كلها، فانت بتعمل ايه؟ بتعمل تضمين المدن فقط. يبقى انت كده هتستهدف مين؟ الجيزه، القاهره، المنصوره، الاماكن اللي هي فعلا مدن مش اجوار المدينه. اوكي. طيب نيجي هنا تحت على مصر. طيب في حاجه مهمه جدا كمان برضو، بعد كده لما تعمل اناليسيس اصلا بتبدا تعرف مين الناس اللي بتشتري منك، بحيث ان انت تارجتهم بس تحطهم في الموقع على طول. بتبدا ان انت تضيف مثلا اكتر ناس اشترت منك القاهره، اسكندريه، الفيوم. لكن انا طبعا ما اقدرش اقول لك ده لان انا ما اعرفش النشاط بتاعك ايه، فانت اللي بتعرفه بعد ما تعمل الكامبين بتاعتك. تمام. طيب ننزل هنا تحت شويه على اقتراح الجمهور، نقول ان احنا هنبدا بقى نقترح الجمهور او نحط الجمهور بتاعنا، او هنضيف الاودينس اللي احنا هنتارجتهم طبعا على حسب الاهتمام بتاعك. وركز جدا في الكلام ده لانه مهم.
تمام. نيجي على العمر. العمر هنا على حسب حضرتك النشاط بتاعك، يعني مثلا النشاط بتاعي بيبتدي من 22 سنه لحد 37 سنه. تمام. طب انت بتعرف ده ازاي؟ لازم طبعا حضرتك تكون دارس البيزنس بتاعك او السوق بتاعك بشكل عام، وتكون فاهم الماركت بتاعك بشكل عام برضو، اللي هو السوق يعني بشكل عام. طيب نخليها هنا 37 سنه زي ما حضرتك شايف كده، خليتها من 22 ل 37. طيب الادفانتج بلس لسه شغال، فدي مشكله كبيره جدا. دي بتتحل ازاي؟ طبعا خلينا بس الاول في الجنس، هنخليها طبعا كل على حسب حضرتك. ممكن تكون بتبيع هدوم مثلا حريمي، فما ينفعش ان انت تحط الكل، ممكن تحط بس النساء. بتبيع هدوم مثلا اطفال، بتحط برضو نساء، لان ما فيش راجل مثلا هيروح يشتري هدوم لاولاده، يعني الاولويه اكتر اللي هو النساء يعني. تمام. فطبعا الحاجات دي مهمه جدا وتريكات مهمه. طيب نخلي العمر زي ما انت شايف 22 ل 37. الاستهداف التفصيلي، بس قبل الاستهداف التفصيلي بنعمل هنا تبديل الاعداد. ليه بقى؟ لان تبديل الاعداد احنا عايزين هنا نشيل الادفانتج بلس، فطبعا انت ضايف هنا كل حاجه في العمر هنا من 22 ل 37. طول ما انت ضايف استخدام اقتراح، فكده الادفانتج بلس هيكون شغال. طيب عايزين نقفله، هنعمل ايه؟ هنشيلها كده. طيب ادفانتج بلس زي ما قلت لك ان انت بتخلي الكامبين بتاعتك تشتغل بالاي اي. يعني في ناس كتيره جدا للاسف يقول لك انا حاطط السن من 22 مثلا ل 37، وتلاقي مثلا اللي جاي له عنده مثلا 50 سنه، وتلاقي اللي عنده مثلا 20 سنه. فده غلط. بسبب ايه؟ بسبب ان حضرتك مش قافل الادفانتج بلس. فالاي اي بيجيب لك عدد كبير جدا من الناس، بحيث ان هو يبدا يعرف مين اللي هيشتري منك ومين لا. فانت لو عارف فعلا مين هو الجمهور بتاعك اقفله. تمام. طيب نيجي هنا على الاستهداف التفصيلي، ودي مهمه جدا جدا جدا. حضرتك النهارده بتقول ان انت مثلا بالتارجت، لو انت اجنسي مثلا ايا كان اعلانات، نقول مثلا على حسب انت بتقدم ايه او بتبيع ايه، او ايه هو المنتج او ايه السيرفيس بتاعتك او البرودكت بتاعك يعني. تمام. فاحنا نقول مثلا خلاص هم دول. في حاجه مهمه جدا، حضرتك هنا بتروح تضيف المتسوقون المتفاعلون. اكبر مشكله حضرتك بتقع فيها ليه؟ لان بكل بساطه المتسوقون المتفاعلون لما بحطه في الاستهداف التفصيلي، طب ما انت كده بتجيب شريحه كبيره جدا. ما هو المتسوق المتفاعل ده اللي هو بيشتري اونلاين او بيتفاعل مع الاعلانات، ما ممكن هو مش مهتم بالنشاط بتاعك انت بس، مهتم بحاجات تانية كتير، فده غلط. طب انت بتضيف فين بقى الناس اللي عندها القدره الشرائيه، اللي هو الاونلاين شوبينج مثلا، الحاجات دي كلها. في حاجه اسمها عندك هنا التطابق او تحديد المزيد. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي انا قلت له انا عايز استهدف مثلا الناس اللي مهتمه بالسيلز بالاعلانات. طيب بشرط ان انت تجيب لي ناس، ركز جدا معايا، عندهم القدره الشرائيه زي المتسوقون المتفاعلون. تمام. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي ان انا قلت له بص انا عايز اتارجت دول، بس بشرط ان انت تجيب لي ناس عندها قدره شرائيه. فما تحطش حضرتك المتسوقون المتفاعلون في الاستهداف التفصيلي، غلط. لازم تحطها تحت هنا في التطابق، علشان خاطر انت كده بتروح لناس مهتمه وعندهم قدره شرائيه. يبقى حضرتك بتبيع حاجه ثمنها مثلا 1000 جنيه، بتبيع حاجه ثمنها $50. فمثلا انا مهتم بالحاجه دي بس مش عندي القدره الشرائيه، بس انا مهتم. وحضرتك بيجي لك ناس بتكلمك وتقول لك مثلا انا مهتم بالحاجه دي، تفاصيل، بتدي لهم التفاصيل، يقول لك السعر، يهرب منك. طب هو ليه بيهرب منك؟ لان هو فعلا مهتم بالحاجه دي بس هو ما عندوش القدره الشرائيه. فهو يعمل ايه؟ فببساطه كده هو هيبعد عنك. طيب نقول هنا حاليا ممكن نكتب برضو اونلاين شوبينج، الناس اللي بتشتري اونلاين. ممكن برضو تحط حاجات تخصك انت، يعني بتبيع مثلا هدوم مثلا، فبتضيف برضو حاجات يعني عشان تضيق بس الجمهور اكتر يعني. وزي ما انت شايف كده الامور ماشيه 100% تمام يعني. تمام. طيب نعمل ايه تاني؟ خلاص كده دي تركايه حرفيا في ناس بتعمل كورسات ما بيشرحهاش، فدي مهمه جدا 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 طبعا، الا من رحم ربي مش كله. نيجي على اللغات. اكبر مشكله حضرتك بتقع فيها لما بتعمل اعلاناتك في السعوديه او في الخليج، بتروح تلاقي هنود، باكستانيين، بتروح تجيب مغتربين مصريين. برضو انت مش محتاج دول، انت محتاج الناس اللي في البلد نفسهم. فبتعمل ايه؟ بتيجي هنا على اللغات، بتنزل هنا تحت شويه على اللغات هنا زي ما حضرتك شايف انا مكبرها لك خالص. هتعمل ايه؟ هتعمل العربيه، وارجوك اكتبها صح العربيه، لان انت لو عملتها كده هيجيب لك العبريه، ربنا يبعدنا عنهم يعني. طيب العربيه بس كده، اصبح ان انت هتجيب ناس فعلا عرب اللي هم موجودين في نفس البلد، وفي نفس الوقت كمان مش هتجيب مغتربين ولا باكستانيين ولا الامور دي كلها. خلاص. ليه بقى؟ لان في اللغات هنا حضرتك هو فيسبوك بيجيب لك مين او ميتا بتجيب لك مين؟ الناس اللي هم عاملين السيتنج بتاعهم اللانجوج او اللغه عربي. طيب ايه اللي بيحصل كده؟ اللي بيحصل ان ميتا دلوقتي عرفت ان انت بتارجت عرب، فالعرب دول موجودين في نفس البلد او حتى مغتربين. خد بالك احنا لسه ما عدلناش المشكله، انت ممكن يجي لك برضه مغتربين عرب. لو انت بتارجت في الخليج ما ممكن يجي لك يمني، ممكن يجي لك مع احترامي وتحياتي طبعا لاهل اليمن، ممكن يجي لك مصريين، ممكن. فانت عايز تعمل ايه؟ فانت دلوقتي هتعملها العربيه. حلو. يبقى انت حليت المشكله بتوع الباكستانيين والقصه الكبيره دي. حلو قوي لغايه هنا تمام. ننزل بقى تحت هنا شويه على المواضيع. اكبر مشكله حضرتك بتقع فيها برضو، انت حرفيا الجزئيه دي لوحدها بتضيع كميه بادجت بسببها. طيب طول ما الادفانتج بلس شغاله هنا انت مش في امان. طيب نيجي اول حاجه الاجهزه وانظمه التشغيل. بص حضرتك لو سبتها كده انت بتصرف فلوس كتير على الارض. ليه بقى؟ حضرتك دلوقتي
دلوقتي وهي technical شوية برضه، يعني نفترض إن أنت دلوقتي قاعد في كافيه، قاعد في أي مكان أيًا كان هو إيه، مشغول شوية، هل من المنطق إن أنت هتفتح إعلان حتى لو أنت مهتم بالحاجة دي هتكلمهم؟ لأ، نقول إن أنت هتكلمهم يعني بنسبة 30% ممكن يكلموك، ولكن عدد كبير جدًا مش هيهتم، فدي مشكلة كبيرة. فلأ، الWiFi دايمًا أي حد معاه WiFi بيبقى هو مستقر في المكان ده، يبقى هو يعني بكل بساطة يبدأ إن هو يكلمك لأن هو مستقر في مكان وما فيش أي مشكلة، وغالبًا بيبقى في البيت يعني، تمام؟ طيب نيجي على المنصات، حضرتك هنا بترمي كمية فلوس على الأرض، والله العظيم أنا باشوف ناس بترمي كمية فلوس بسبب الجزئية دي. طيب أنت دلوقتي بتعمل إعلان، أنت هتعلن على audience network وبتعلن على ماسنجر ليه؟ أنت المفروض عايز إنستجرام وفيسبوك، هتقول لي لأ، ده الإعلان طبعًا في ناس بتتلخبط، أنت مفكر إن ماسنجر كده الرسايل هتيجي على ماسنجر، لأ، ماسنجر يعني ميتا بتعتمد ماسنجر على إنها منصة زي الفيسبوك بالضبط، مش مجرد مراسلة كده أو رسايل، لأ، فأنت بتشيلها، لإن مين هيفتح ماسنجر يشوف إعلانك؟ شُفت الإعلان الصغير اللي بييجي جنب الرسايل بتاعة حد أنت بتتكلمه مثلًا أو الكلام ده، لأ. طيب audience network يعني إيه؟ يعني ببساطة أنا فاتح لعبة، فاتح جريدة، أيًا كان، هل من المنطق إنك هتتفرج على الإعلان بتاعي؟ لأ، ده أنت أساسًا بتكون مشغول أساسًا، مش عايز تتفرج على الإعلان، عايز تتخطاه بسرعة، فخلّينا نكون متفقين وواقعيين شوية، ده ما لهوش علاقة، مش هيفيدك خالص. طيب نخلّيها فيسبوك وإنستجرام، نيجي بقى للجزئية المهمة، شوف بُص المحاضرة دي فيها كمية value غير طبيعية، يعني دي بخبرة 7 سنين، فأنت شايف محتوى قدّامك مجاني والله متعوب عليه علشان بس أساعد ناس كتير بتعمل إعلانات وبتفشل بسبب الأجزاء البسيطة دي. طيب ودي تريكات فعلًا بفلوس بس أنا بادّيها لك free، فيا ريت تدعمني ولو بكومنت حتى بshare أي حاجة حلوة منّك يعني. طيب نيجي على فيسبوك نشيلها، إمتى بقى نشيلها؟ لمّا حضرتك تتارجت الجمهور الخليجي أو أنت بتعمل الإعلان بتاعك في السعودية، في الكويت، في الإمارات وهكذا، ليه؟ لإن ما فيش حد فيهم بيفتح فيسبوك، يعني بالضبط 10% من السكان اللي موجودين في الخليج بيفتحوا فيسبوك، فما لهوش أي لازمة خالص. كده بقى أنت خلاص منعت فكرة إن ييجي لك مغتربين بقى أجانب بقى مش عارف بمين كل الناس دي كلها خلاص، خلاص كده، يبقى أنت كده بتعلن في إنستجرام بس، وأصلًا كده اللي بيعمل إعلانات في دول الخليج بيروح فين؟ على حسب برضه النشاط بتاعه، يعني أنا مثلًا باروح إنستا، باروح جوجل، وباروح كمان في ميتا، ما باروحش سناب شات، في ناس بتحتاج سناب شات على حسب المجال. طيب إحنا هنفتح فيسبوك علشان إحنا بنتارجت مصريين، فهنحتاجه جدًا يعني. طيب نيجي هنا على عناصر التحكم والمواضيع، مهمة جدًا، 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 أرجوك ركّز معايا، هنا في الموجز هتنزل تحت، هتنزل تحت، تحت، تحت خالص هتلاقي في حاجة اسمها إشعارات فيسبوك اللي هو الnotification، تتخيل كده أنت قاعد على الفيسبوك تسكرول مثلًا، لقيت مثلًا notification حلو، notification دي بتقول لك إن ده إعلان، هل هتهتم بيها؟ لأ، أنت كنت بتحسب إن في حد عامل لك comment like، ما هي دي حاجات برضه psychology شوية، يعني بتعتمد على علم النفس شوية، اللي هو يعني طبيعي كده أنا باحس مكان العميل أو باحط نفسي مكان العميل أو مكان الclient يعني، فأنا شايف إن هو عمره ما هيدخل على الnotification أو بنسبة قليلة جدًا يعني تمام؟ طيب نتايج البحث مهمة، تطبيقات الويب شيلها خالص، عندك كمان القصص والreels خلّيها، كل ده زي ما هو كده، اوعى تفتح الthird دي، ما لهاش أي لازمة، ده application أساسًا ما لوش يعني مش هيفيدك في حاجة. عندك كمان البريد الوارد لأ، استكشاف الأنشطة التجارية برضه لأ، خلّيها كده. بس أصبح إن أنت لو دافع بس 180 جنيه كفيل إنك تجيب مبيعات قوية جدًا، جدًا في خلال اليوم ده، بإذن الله يعني بإذن الله. طيب عشان كده بس الناس اللي كانت بتسأل أنت إزاي بتدفع 1000 وبتكسب 40,000 مبيعات؟ اللهم لك الحمد، قُل يا عم اللهم بارك. فده بسبب كده إن أنا ما بارميش البادجت بتاعتي على الأرض في الحاجات دي كلها يعني، فاهم؟ بس فالتريكات دي مهمة جدًا، جدًا. طيب نيجي هنا في اسم الإعلان زي ما قُلت لك هاسميه كورس عشان أفتكره يعني، تمام؟ أنت طبعًا بتسميه الاسم اللي أنت هتفتكره يعني. طيب إنشاء الإعلان ده يعني إيه؟ ده يعني حضرتك بقى أنت دخلت في الcreative كده خلاص، دي بقى في level الوحش، يعني كل اللي فات ده حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. حضرتك دلوقتي لو الcontent بتاعك مش صح، مش كويس، مش هيشد الناس، قسمًا بالله كل اللي إحنا عملناه ده في الأرض. يعني تاني عشان الكلام ده مهم جدًا، 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 والله العظيم وباحلف بالله إن كان الcontent ما يشدّش الناس وفعلًا الcontent مش قوي، انسى. يعني إيه content؟ يعني الcaption اللي أنت هتضيفه اللي هو الcopy، وعندك كمان الفيديوز أو الcarousel أو الصور أيًا كان أنت هتنزّلها عاملة إزاي، أيًا كان أنت هتنزّل إيه بالضبط، يعني صور الكلام ده كلّه، فما كانش هيشد الناس والأكترية يعني بيبقى reels يعني، مش هتشد الناس انسى، خلاص ما حدش هياخد معاك call to action، فدي مهمة جدًا، جدًا حضرتك. طيب هتقول لي دلوقتي هو أنا أعمل post موجود في منشور حالي والّا أعمل dark post؟ لأ، أنا هاعمل dark post. طب ليه؟ علشان الdark post ليه امتيازات كتيرة جدًا حضرتك، إنما استخدام منشور حالي هو منشور موجود مثلًا على الفيسبوك أوكي، تمام، أنا هاعمل إعلان، نفترض إن الإعلان ده دلوقتي طبعًا هينزل على فيسبوك وإنستجرام، فطبعًا بكل بساطة كده الناس بتحب الزحمة.
تمام، اللي هو السوشيال بروف، الناس بتحب إيه، والله الراجل ده أنا اشتريت منه الحاجة دي جميلة جدًا، البرودكت ده ما فيش منه اتنين، الكلام الجميل ده يعني، تمام، أوكي، حلو. طيب الإعلان ده لمّا ينزل على إنستجرام بكل بساطة إن أنت لو قفلت الإعلان خلاص الإعلان ده راح، فهيبدأ من أول وجديد يحصل reach مرّة تانية أو إعادة الreach مرّة تانية لو كنت جايب حتى مليون لايكس هيرجع تاني. فلأ نخلّيها dark post حتى لو قفلت الإعلان وفتحت بعد كده فعادي مش هيحصل أي مشكلة، فهنعمل إيه، هنعملها dark post. طيب فوايد الdark post كمان إن لمّا حضرتك عايز مثلًا تعمل إعلانك في الكويت بسعر وفي مصر بسعر وهنا في سعر، فأنت ممكن تعمل كذا ad set وتحط هنا السعر مختلف في الكويت وتحط هنا السعر كذا، بحيث الclient لمّا يدخل على المنشور الأساسي لأ، ما هو مش شايفه، هو شايف بس إن هنا في السعودية ده له جمهور مختلف، ده هنا، ده هنا. طب حتى لو أنت بتتارجت جمهور مختلف عن الجمهور أو بتعمل test فهيفيدك جدًا إنشاء إعلان، حتى لو عامل discount مثلًا لمدة 24 ساعة، ما أنت مش عايز ناس تانية تشوفها في الصفحة عندك، لأ أنت عايز ناس معيّنة أو هتعمل lookalike audience أو هتعمل custom audience، فالحاجات دي مهمة جدًا. الdark post أهم بكتير من المنشور الحالي، تمام؟ طيب نيجي هنا على الflexible. يعني إيه flexible؟ يعني مرن، مرن بكل بساطة إن أنا ممكن أحط 6، 7 فيديوهات زي التيست بالضبط كده، 6، 7 فيديوهات باختار أو ميتا هي اللي بتختار لي الفيديو اللي حصل عليه call to action أو الناس تفاعلت معاه أكتر، فبيبدأ يشيل لك ال10 فيديوهات دي كلها وبيسيب الفيديو اللي أنت هتحطه. إزاي بقى؟ تعالَ كده، أول حاجة كده إعلانات من معلنين متعددين شيلها خالص، مش هتحتاجها، الفيديو بتاعك بيتحط جنب فيديوهات كتير في الإعلانات طبعًا، فدي أنت مش هتحتاجها يعني، أو الإعلان بتاعك سوري يعني مش الفيديو. طيب نعمل إيه؟ ننزل تحت نختار بقى الفيديوهات، شُفت زي ما أنا قُلت لك هو بيقول لك اختار 10 فيديوهات أو 10 صور. طيب لو أنت اخترت 10 فيديوهات وطلع منهم فيديو واحد حصل أكتر حاجة جابت call to action بيبدأ يشيل الفيديوهات كلها وبيسيب الفيديو ده أو الصورة دي أو الreels ده، تمام؟ فده مهم جدًا، جدًا، جدًا. هنعمل هنا إيه، هنختار الفيديوز بتاعتنا إن إحنا نعمل بيها إعلان. طيب زي ما أنت شايف كده مثلًا نختار إيه، نختار ده، نختار ده، نختار ده. طيب ال3 فيديوهات دول بعدها هنعمل إيه، بعدها هنعمل متابعة. بعد ما نعمل متابعة خلاص الفيديوز موجودة بيقول لك جاري التحقق هتتشال حالًا دلوقتي، تمام؟ طيب بعد ما تتشال وكل حاجة تمام هتعمل النص الأساسي. بُص أنا هاقول لك على حاجة، إن ما كانش العميل اتشد من الفيديوز اللي أنت هتحطها دي في أول 3 ثواني لحد 5 ثواني، وده طبعًا بتبان في الanalysis طبعًا وأنت بتحلل يعني، فإن ما شدّتش العميل بسرعة وبدأ يتشد للإعلان بتاعك وكمان الcopy ما شدّتوش، انسى. طيب إزاي تشد الclient؟ إن أول 3 ثواني ل5 ثواني تشد العميل، تمام؟ دي طبعًا محتاجة دراسة كبيرة جدًا، ممكن تجيب freelancer يعمل لك الموضوع ده عادي يعني. تمام، يعمل لك فيديوز بقى ويضبط لك الدنيا يعني. طيب الكابشن أو الcopy لو ما كانش فعلًا أول سطرين يشد الناس أو يشد الclient أو يشد الaudience الجمهور، مش هتعرف تعمل مبيعات، ركّز جدًا في الكلام ده، يبقى أنت لازم تحط الكابشن صح. طيب نيجي على العنوان، العنوان ده بيبقى موجود فين؟ شُفت أنت هنا كلمة التواصل، لمّا بتكتب هنا دردش معنا فأنت بتخلّيها مثلًا خصم 50% مثلًا، تمام؟ فخصم 50% زي ما أنت شايف كده بيبقى مكتوب هنا عندك خصم 50%، تمام؟ هنا على الشمال زي ما أنت شايف كده بيبقى مكتوب خصم 50%. طيب في الوصف هنا بيبقى تحت هنا كمان، تمام؟ بتكتب برضه ضمان مثلًا أو أيًا كان. فلكن النص الأساسي ده بيبقى محتاج طبعًا حد فاهم في الcopyright هو بيعمل لك الموضوع ده بشكل عام يعني. لكن أنت لازم، لازم، لازم تعرف المنتج بتاعك، تعرف السعر، تعرف السوق بتاعك، بناءً على ذلك أنت بتقدر إن أنت تشتغل صح. نيجي هنا على الوصف، الوصف طبعًا زي ما قُلت لك أنت بتعمل إيه وبتختار إيه. طيب دعوة لاتخاذ إجراء اللي هو الواتساب زي ما أنت شايف كده ممكن تغيّرها عادي، ممكن تغيّرها تخلّيها تقديم طلب، فزي ما أنت شايف كده هتبقى إيه، تقديم طلب، لكن خلّيها واتساب عادي، لإن الناس تعرف بقى إن هي داخلة تكلمك على الواتس يعني، تمام؟ طيب نيجي هنا لاختبار التصميم، مش هنحتاجها، هنختار هنا قالب الرسالة، طبعًا قالب الرسالة أنا عندي رسالة جديدة، طبعًا ده أنت بتختار مثلًا خلّيه يكتب مثلًا تفاصيل، السعر، الكلام ده كله، تمام؟ طيب في حاجة مهمة جدًا قبل بس ما نقفل الكلام ده، إن حضرتك دلوقتي حاليًا لو مش بتعرف تبيع هات لك moderator فاهم sales كويس جدًا مش مجرد script حافظه. طيب في حاجة اسمها flow up messages يعني ما تخلّيش والعميل وهو بيكلمك على الواتس تبعت له التفاصيل بس، لأ اسأله الأول مثلًا ممكن تحط في رسالة الترحيب على الواتس رسالة سريعة مثلًا تسأله على حسب طبعًا المنتج بتاعك أو الخدمة اللي أنت بتقدمها، فسؤال مهم جدًا مثلًا هو بيرد عليك بتتفاعل معاه، فالclient لمّا يرتاح لك هيشتري منك. فهي الفكرة كلّها كده. طيب ده كان أول محاضرة موجودة، المحاضرة دي أنا لمّيت لك فيها حاجات أنا واثق ومتأكد إن ما فيش حد قال لك الحاجات دي إلا ممكن يكون مثلًا 1% تمام، لكن فعلًا الvalue اللي أنا اديتها لك النهارده قوية جدًا، جدًا، جدًا هتفيدك بإذن الله يعني. طبعًا إن شاء الله هيبقى في محاضرات تانية، ولو قررت إن أنت تبدأ معانا في كورس الملوك، كورس الملوك ده من أقوى الكورسات اللي موجودة في الوطن العربي حاليًا، الكورس ده بيساعدك إنك تتعلم الإعلانات الممولة وفي نفس الوقت تتعلم الe-commerce digital product إزاي تبيع منتجات رقمية.
القناة. شكرًا جدًا لحضراتكم، أتمنى ليكم التوفيق. وأنا طبعًا سايب كل ده في الdescription لو أنت محتاج تشترك في الكورس أو محتاج حتى إن إحنا نكمّل إن شاء الله في السلسلة بتاعة كورس الmedia buying، يا ريت تعمل subscribe وcomment لطيف منّك، وشكرًا جدًا ليكم.